يا باشا دول شوية نصابين. الجملة دي ممكن تكون سمعتها قبل كده مع أي حد بيتكلم عن دكاترة الأسنان. السبب إنه كان بيدور على علاج لألم أسنانه من البيت ومن غير ما يروح لدكتور الأسنان. تعالوا بقى نتكلم بصراحة ونفهم القصة دي ماشية إزاي. دلوقتي مع ارتفاع أسعار العلاجات طبيعي جدا إن الناس تبدأ تدور على بديل، وتبدأ تسأل أنا ليه أدفع فلوس كتير لما أنا ممكن أدور على جوجل أو على شات جي بي تي وأسأله إيه الحل وإيه العلاج لمشكلة أسناني والألم أسناني اللي موجود دلوقتي. وانا ممكن اكتب على جوجل علاج وجع الاسنان من البيت. وهنا بقى بتلاقي نوعين من الناس. النوع الاول فعلا بيروح يسال جوجل او شات جي بي تي ويقول له دلني على وصفه او طريقه اعالج بيها الم اسناني من غير ما اروح ابدا لدكتور الاسنان. اما النوع التاني وهو نوع بيلجأ لاي دكتور مشهور على السوشيال ميديا ويساله سواء في مكالمه او في فيديو او في مسج او تليفونيا او ايا كان، يا دكتور انا عندي مشكله كذا 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 عايز اعرف ايه الحل. فببساطه شديده جدا بيتصدم ان جواب الدكتور انت لازم تكشف. وهنا بقى يبتدي يزعل ويقول لك الدكتور ده مش عايز يساعدني. والحقيقه ان الموضوع مش كده خالص. لما تيجي تبص على الموضوع بعين منطقيه هتلاقي انك مهما وصفت لوجعك سواء تليفونيا او شات او فيديو كول او ايا مكان، مستحيل اي دكتور في الدنيا هيقدر يديلك التشخيص الصح 100%. وده ببساطه شديده جدا لان الاسنان حاجه دقيقه قوي وكلها حاجات صغيره جنب بعضها، وممكن يقول لك حاجه تطلع غلط وبالتالي يبقى ضرك بدل ما يفيدك، وفي الاخر برضه هتقول عليه ان هو دكتور مش شاطر ومش صح، ده قال لي كذا وطلع غلط، وتبقى ظلمته وهو ظلم نفسه. ليه؟ لان هو قال لك معلومه هو مش متاكد منها. لان احنا لما نيجي نكشف كدكاتره اسنان على اي مريض احنا بنشوفه وبنبدا نفحصه بالعين وكمان نعمل له اشعه ونبدا نفحص السن او الضرس نفسه اللي المريض بيشتكي منه، ونفحص الانسجه اللي حواليه من لثه ولسان وديوب وكل حاجه تخص المكان اللي المريض بيشتكي منه ده، ونعمل له اشعه عاديه، ولو الاشعه العاديه مش مبينه بنعمل له اشعه ثلاثيه الابعاد، وكل ده علشان بس نقدر نوصل لسبب المشكله ايه، وبالتالي العلاج بتاعها هيبقى مظبوط. يعني مثلا هضرب لك مثال، انت ممكن تيجي بوجع في ضرس، الضرس ده تلاقيه فيه تسوس بسيط ومحتاج حشو عادي، وممكن نلاقي التسوس ده واصل للعصب وبالتالي يبقى محتاج حشو عصب، وممكن نلاقي حاجه ثالثه خالص وهي ان الضرس نفسه مكسور وبالتالي محتاجين نخلعه خالص ونزرع مكانه او نركب مكانه بريدج. فالتلاتة حاجات ممكن تحصل في نفس الضرس. انا من مكالمه تليفون او من وصف في رساله او من صوره انت باعتها على الواتساب وانت فاتح بقك قد كده هعرف ازاي المشكله اللي في ضرسك ده ايه بالظبط عشان اقول لك علاجها ايه بالظبط وتكلفته كام. يا جماعه الكلام ده مش منطقي، ولو انا او اي دكتور على السوشيال ميديا عمل لك كده وساعدك وقال لك هتعمل كذا كذا كذا، إيه هو بيريحك؟ هيقول لك في الاخر انا كلامي ده مش مضمون ولا اكيد 100%، ولازم برضو في الاخر تيجي تكشف علشان نتاكد المشكله ايه بالظبط وعلاجها هيبقى ايه بالظبط. واللي بيحصل طبعا لما الناس تعتمد على اي كلام وصفات موجوده على النت او كلام اصحابهم اعمل كذا خلي كذا، كتير جدا منهم في الاخر بيلاقي نفسه لبس في حيط وعمل حاجه كبرت له المشكله اللي كانت عنده بدل ما كانت مشكله بسيطه وحلها بسيط وهيبقى تكلفته قليله، لبس نفسه وخلى المشكله بقت اكبر بكتير وعلاجها بقى اغلى بكتير واصعب ومحتاج وقت اكتر واكتر. فمن الاخر لما الدكتور بيقول لك لازم تكشف هو بيقول لك كده علشان عايز يحافظ على صحتك وعلى صحه اسنانك، مش علشان تجيله هو بالتحديد او تكشف عنده هو بالتحديد. هو بيقول لك لازم كشف، روح اكشف عند اقرب دكتور ليك، مش لازم تروح له هو بالتحديد. مش ده الموضوع، مش ده بيت القصيد. والخلاصه يا شباب ان الكشف هو اول خطوه علشان تقدر تحصل على خطه علاج كامله وناجحه ان شاء الله بنسبه 100%. قولوا لي بقى في الكومنتس ايه اكتر وصفه سمعتوها عن علاج الاسنان في البيت. ومش هننسى طبعا في اخر كل فيديو نصلي على النبي زي ما اتفقنا، فاللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. كان معكم دكتور عبد السلام محمد وسلام.